اكتر قرار كنت خايف اخده ومتردد فيه جدا هو قرار الفينيل، لان انا كنت خايف لما نشغل الفينيل عندنا يحصل لنا هيدك، خاصه في السبيشال اوردر. احيانا الناس بيبقى عندها متطلبات زياده شويه واحنا اصلا مشغولين، فكنت خايف ان احنا نخش في تعقيدات والفينيل بياخد وقت كبير في التفريغ وقصه كنت خايف منها جدا. بس في الحقيقه طلع احكم قرار. ليه بقى؟ لان ده خلى الناس تعمل سبيشال اوردر وفي نفس الوقت يلاقوا كل الحاجات اللي هم محتاجينها لاوردراتهم في مكان واحد. فبقت الناس تطلب اوردر الفينيل وتاخد معاه الريزن او الكونكريت او الصلصال الحراري او عد واغلط بقى في المنتجات اللي الفينيل يقدر يطبع عليها، يحسن من شكلها ويخلي جودتها عاليه ويعلي من قيمتها. ايه هو الفينيل ده بقى؟ ده ستيكر بيتلزق، بس الحلو فيه ان هو فيه الوان كتير جدا جدا وفيه ماتيريال كتيره مختلفه. يعني ايه؟ يعني هتلاقي خامه شبه البلاستيك وبعد كده هتلاقي خامه كانها ميتال. فالحلو بقى في الفينيل ان فيه الوان كتيره قوي قوي تسمح للناس ان هي تستخدم الفرايتي ديت على كل الحاجات او كل الديزاينات اللي هم بيستخدموها، وفي نفس الوقت يقدر يعمل الديزاين اللي هو عايزه. فبقى الموضوع مخلي فنان الكونكريت والريزن والشمع وكل الناس اللي بتصب حاجات او بتعمل حاجات بايديها يلاقوا كل المنتجات اللي هم محتاجينها في مكان واحد، فبقوا ياخدوا كل حاجه من نفس المكان ويريحوا دماغهم. خاصه ان احنا بنعمل الستنسل والمناديل للديكوباج والفينيل سبيشال اوردر. عشان كده